الدار اللي ما كتسكنهاش هي اللي كتسكن فيك. اليوم جيت نحكي لكم الحكايه ديال كمال. كمال ما كانش كيامن بالجن ولا بالارواح حتى دخل للدار رقم 17. الدار كانت مجهزه بالاثاث، شرا بواحد الثمن رخيص بزاف. السمسار قال لي كلمه واحده: همزه. وإلا سمعتي شي صوت ما تجاوبش. في الليله الاولى ديالو ويلا باغي ينعس سمع واحد الجره خفيفه بحال شي واحد كيجر رجليه من الفوق. قلبو بدا كيضرب، ولكن حاول يقنع راسو بان هادشي مجرد اوهام. طلع مع الدروج وما لقى حتى واحد. دي لاحظ واحد الباب صغير ما كانش شايفه من قبل. كمال حل الباب تاع الغرفه بشويه وكيتصدم من هداك الشيء اللي كيشوف. كيلقى الحيوطه عامرين بالبصمات بحال شي واحد كان محبوس تما وما قدرش يخرج. كمال سد الباب بسرعه ونزل وهو كيترعد. من داك النهار بدا كيشوف شي حوايج غريبه كتوقع، اشياء بدات كتحرك بلا سبب، والمفاتيح كتضيع وترجع في بلايص ما حطهمش فيها. واحد المره دخل الحمام وهو يلقى المرايه مضببه بلا ما يعوم. مرة أخرى شاف الظل ديالو كيتأخر شوية، حاول يرفع يدو والظل تبعه معطل. قلبو تما بدا كيضرب وبزاف. لقى واحد الدفتر قديم في واحد الدرج محلوش من قبل، والكتابة كانت بواحد الطريقة بحال الكاتب كتبها وهو كيترعد. مكتوبة فيه: إلا قريتي هاد الدفتر راه بدا كيعيط ليك. اخر جمله كانت كتقول: ما تشوفش وراك الا عيط ليك بسميتك. وفي ديك اللحظه بالضبط كيسمع الصوت، وهذا الصوت هذا كيقول: كمال كمال. في واحد اللحظه الصوت غادي كيقرب، كيحس بواحد النفس بارده حدا العنق ديالو، ولكن كمال ما تحركش. تذكر النصيحه ديال السمسار اللي قال ليه ما تجاوبش. هذيك الليله ما قدرش ينعس. الصباح قرر يخرج وحل الباب، ولكن الزنقه ما كانش هي اللي جا ليها النهار الاول. كلشي مختلف، والسما كحله والجو مضبب. كمال غادي يسد الباب ويسمع الصوت من وراه كيقول ليه: دابا النوبه ديالك. من بعد ايام داز السمسار من حدا الدار وكيشوف الباب مفتوح. كيعيط على كمال ما كيجاوبوش. كيستأذن وكيدخل من دافع الفضول، وما كيلقى حتى حد. كيشوف غير واحد الكتاب مفتوح مكتوبه فيه: الدار دابا هي اللي كتهضر. وهناك تنتهي القصه ديالنا. الا كان كيعجبوكم هاد النوع ديال القصص متنساوش ديروا لايك وكومونتير واشتراك. بهاد الطريقه غادي يوصلكم ديما الجديد.